يا مساء الفل والجمال على احلى متابعين في الدنيا. يا رب الفيديوهات اللي بقدمها ليكي تكون بتعجبك. الفيديو بتاع النهارده والوصفه بتاعت النهارده غريبه حبتين وكمان من التراث حبتين، ان شاء الله تعجبك وتنفذيها وتقولي لي رايك في كومنتات. هنعمل عدس بجبه مطبوخ حلو جدا يا بنات، وصفه بسيطه اقتصاديه، تكلفتها تعتبر قليله. وهقولك لو حابة تزودي فيها لحوم تقدري تزودي فيها لحوم، وإن شاء الله تنفذيها وتعجبك. يلا أنا ولا ولو أول مرة تشوفيني أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها. الوصفة بتاعتنا بسيطة، مش محتاجة أي تحضير من قبلها ولا أي حاجة. آه، كل الحكاية ان انت هتنقعي شوية عدس بجبة، او الكمية اللي انت هتعمليها في حدود مثلا ربع كيلو هيعملولك حلة زي الفل. تنقعيه في مية كده دافية او سخنة من قبل ما تعملي الوصفة بتاعتك بساعة او بساعتين. وهتجيبي بصلاية وفصين او 3 من التوم وهتفرميهم في الكبة. والحلة بتاعتك على البوتاجاز عليها بقى فيها معلقة سمنة بلدي، وهنحط البصلة دي ونشوح في البصلة دي لحد ايه، لحد ما تصفر معاكي. هنحط رشة فلفل اسود ورشة ملح كده وهنقلب في البصلة لحد ما تتشوح معاكي. تقدري تفرمي مع البصلة قرن فلفل حامي او بارد على حسب راحتك، لو مش موجود عندك فتقدري تحطي معلقة هريسة، وتقدري تستغني عن الهريسة وتقدري كمان تستغني عن الفلفل الاخضر. هتشوحي في البصلة كويس جدا لحد ما تصفر معاكي، وكمان زي ما قلتلك هنكون ناقعين العدس، وكمان هنكون ايه بقى ضاربين 4 5 طماطمات كده من اللي هي ام 25 دي، تضربيها في الخلاط. عايزين بقى عصير طماطم. مش موجود عندك عصير طماطم تقدري تستخدمي معلقتين 3 من الصلصة، بس برضو يعني لا غنى عن ايه استخدام برضو طماطمتين كده او حاجة. هتيجي بقى يا بنات، هتروحي بقى بعد ما البصلة بتاعتك تصفر هتروحي بقى ايه تروحي تطشيها بالطماطم. لو حابة بقى تدخلي فيها نسبة من اللحوم هتستخدمي نسبة لحوم قليلة جدا اللي هي اللحمة المفرومة، وهتكون بس في حدود ايه كده 4 5 معالق من اللحمة المفرومة اللي هي في حدود 100 جرام. ما تزوديش عن كده. هتديها غناوة هتديها غناوة وهتكون حلوة جدا، وكمان طعمها هيكون حلو واولادك هيحبوها عن ايه، عن لما تعمليها سادة. فطبعا على حسب راحتك وحسب امكانياتك. انا هنا بوريكي العدس كنت نقعاه وبعدين بقى صفيته واديته شطفة كده تحت الحنفية، والصلصة غلت معايا وحطت لها مكعب مرق زي ما انت شفتي. ورحت بقى ايه نزلت بالعدس بتاعي وزودت كمان شوية من المية، وهسيب العدس بتاعي يغلي ويستوي كده على نار وسط لمدة نص ساعة او لحد ما يستوي معاكي. يلا لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك وقوليلي كنت تعرفي الوصفة دي قبل كده ولا لا. هتيجي بقى يا بنات ده بعد ما استوت هنجيب 4 5 فصوص كده من الثوم وهندقهم مع رشة كده من الملح وايه بقى وكزبرة ناشفة زي ما بنعمل الملوخية بالظبط، ومعلقة من السمنة. وايه بقى هنعمل طشة الملوخية او هنحمر التومة دي، هنحمر التومة. والعدس زي ما انت شايفة كده بيكون بصلصة زي الخضار بالظبط، زي ما بتيجي تطبخي اي خضار بالظبط لازم يكون فيه كده ايه صلصة عشان تعرفي ايه تغمزيه بالعيش. بس بقى يا بنات وهتحمري التومة وهتطشيها على العدس وهتاخدي تخلي العدس ياخد غلوة كده مع التومة، وتظبطي الملح بتاعك، ترشي رشة ملح، تشوفي عايز شطة تشوفي عايز رشة كده من البهارات بسيطة جدا على طرف المعلقة. ممكن تحطي رشة من بهارات اللحمة على طرف المعلقة هتديها ريحة وهتكون حلوة جدا. وهتديها غلوة زي ما قلتلك مع التومة وخلاص على كده. وتبدأي بقى هتقدميها مع ايه يا بنات؟ تقدري تحطي جنبها طبق بطاطس محمرة، طبق بدنجان مدحرج كده في الزيت او مسلوق ومحيق بقى بالتومة بتاعته والحياء ده، مخللات بيتي، جرجير، تقطعي بصل بقى براحتك خالص. انا قدمته زي ما انت شايفه كده بطريقه بسيطه، شويه مخلل وجرجير وخلاص على كده. شايفين زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله حلوه جدا، وجربيه ان شاء الله هتعجبك. واستنيني في فيديو جديد. باي باي.